السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير يا رب كلكم وتكونوا بصحة يا رب وسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي دول 3 وزات. أنا حبيت والله أصورهم معاكم وأعرفكم يعني شوية معلومات حلوة قوي عن الوز، لأن الحمد لله يعني عندي خبرة جامدة في الوز وما كنتش بقطعه على طول، يعني كان دايما عندي، ما فيش الا حوالي سنه او سنتين بس اللي ما بصورش يعني الوز او بربيه. فانا حبيت يا حبايبي النهارده اصور معاكم بس الثلاث وزات دول يا حبايب قلبي. انا شارياهم من سوق الخميس. طبعا شارياهم برضو عادي من واحده تاجره. انا بشتري من تجار يعني من الاسواق، بلقى معاهم يعني اي واحده بتروح تبيع حاجتها يوم الخميس بتبيعها لاي تاجره. فانا بشوف مع التاجره الحاجه اللي الاقيها مناسبه ليا بشتريها وسعرها يعني مناسب بشتريها منها. فطبعا عجبوني الثلاث وزات دول. انا ليا دلوقتي يعني جايباهم يوم الخميس اللي عدى. يعني داخلين في ال6 ايام او الاسبوع اهو، داخلين في الاسبوع. طبعا ما شاء الله كانوا هم لسه صغيرين، يعني كان لسه عمر يوم، كان جايباهم لسه طالعين من تحت البيضة. فانا طبعا عجبوني والله شكلهم وعجبني سعرهم يعني، ولقيت سعرهم حلو ومناسب. فانا قلت هاخدهم بقى واربيهم عندي وربنا يكرمني فيهم، وعاشوا ماتوا هم حرين. فطبعا يعني في حاجة ببتديها مع الوز من الأول خالص، يعني من فضل ربنا. من الوز هو صغير بالذات كان يطلع لي الوز، كنت ابتدي معاه الحاجة دي، كنت أعمل معاه حاجة أحطها له مستحيل يعني. بسم الله ما شاء الله كانت تعمل له حصانة جامدة، ولا أدوية ولا أي حاجة. طبعا كنت بحط هي الحاجة دي يا حبايب قلبي اللي هو البصل الأخضر ده. البصل الأخضر ده زي ما انتم عارفينه طبعا بيتباع في السوق، بيتباع في كل حته، يعني اللي هو البصل الاخضر ده. انا بحتاج منه بس يا حبايبي، ما بحتاجش منه الا العروق الخضره دي بس. العروق الخضره دي بس، دي بقصقصها حاجه بسيطه كده اهو زي ما انا عامله كده. بقصقصها بالمقص كده بسم الله ما شاء الله، حتى هم الوز هيتجنن عليه من ساعه ما شافه. انا بقصصها بس حاجه بسيطه بالمقص، حاجه على سن المقص كده عشان يعرفوا ياكلوها، عشان هم لسه صغيرين. وبحطها لهم بسم الله ما شاء الله، والله العظيم بتغنيهم عن اي حاجه، الله اكبر، لا ادويه ولا تحصينات ولا اي حاجه خالص. بحط لهم البصل ده زي ما قلت لكم كده، بقصه بالمقص، ما بحطش الراس البيض، انا بحط العروق بس. بقصه بالمقص واحطه قدامهم كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين الله اكبر. الوز بياكل فيه جامد يعني عن البرسيم. يعني انا بحاول برضو اخفف البرسيم الايام دي، عشان خاطر زي ما انتم عارفين البرسيم الايام ده فيه فيروس وفيه عيا وتعب، يعني بحاول اخففه على قدر الامكان. وبحاول اعوضهم بعروق البصل الاخضر ده، جميله جدا جربوها. مش للوز بس، والله للبط برضه، انا ماشيه مع البط بتاعي برضه بعروق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بعروق البصل ده على طول. البط اللي لسه طالع برضه البط بجيبه يعني صغير، ببتدي معاه بعروق البصل ده. الله اكبر بسم الله ما شاء الله، ما بتجرالوش اي حاجه ولا عيا ولا اي حاجه، ما شاء الله عليه. وطبعا احط برضو قدامهم العلفه، يعني ببتدي احط العلفه، بس ببتدي الاول بالبصل عشان خاطر ياكلوه، واحط الميه بتاعتهم عشان ياكلوا عروق البصل ده، ويعني لان الوز بيحب الميه جدا. فطبعا انا ابتديت لهم الاول، اول ما جبتهم ابتديت يا حبايب قلب الوز مش ما بيحتاجش لا ميه بسكر ولا بيحتاج اي حاجه. انا كل بس اللي كنت بحطه في الميه هو الخل. كنت اول ما احط لهم شويه ميه، هو يوم او اتنين بس، كنت بحط لهم شويه خل في الميه. وطبعا البرسيم برضو بحط لهم برسيم بس خفيف، مش بكتر من البرسيم، حاجات بسيطه مره او اتنين في اليوم ونفس كميه البصل ده. بس اللي بكتر منه هو البصل. بسم الله يعني ما شاء الله. لقيتهم الله اكبر يعني، والله انا كنت جايباهم اصلا شكلهم تعبانين، فانا قلت بقى انا ونصيبي. عاشوا ماتوا انا ونصيبي، اللي كاتبه ربنا هو اللي هيكون ان شاء الله. فطبعا يا حبايب قلب الله اكبر، من ساعه ما حطيت لهم البصل ده والله اكبر بسم الله ما شاء الله، يعني كويسين وبياكلوا وجادين وجامدين قوي ما شاء الله.
وطبعا برضو اول يومين يعني ما كنت بدفيهم جدا، بحطهم برضو في كرتونه، وما احط لهمش اكل ولا ميه بالليل ولا حاجه، لا على العشاء كده اجي طبعا واخدهم طبعا. يعني ما شاء الله القروانه دي انا والله بستبشر بيها قوي، الطيور الصغيره بتاعتي بحب القروانه دي جدا. انا حاطه فيها كده فرشه فيها قماشه قديمه، وحاطه فيها قش كده زي ما انتم شايفين. اي طيور صغيره انا مخصصاها لكده عشان اقدر انقلها في اي مكان، يعني في اي مكان بحطها في الشمس، بحطها في الظل، ان دخلت المطبخ باخدها معايا على طول، عشان بحب اعتني جدا بالطيور الصغيره. ما بحبش اسيب الطيور في مكان كده، الطار اللي لسه طالع ما بحبش اسيبه في مكان واقفل عليه، لا ما بحبش كده والله. بحس ان انا ببقى حاسه كده من جوايا ان الطار بيبقى زعلان، بروح الاقيه كاشش. فانا احب الطيور الصغيره اللي تطلع على طول، اول ما تطلع اي طيور ببتدي لها بحطها في القروانه دي قروانه قديمه عندي، صورت لكم فيها الرومي وصورت لكم فيها البط اللي كان طالع عندي. الله اكبر دلوقتي بسم الله ما شاء الله وزنه كبر قوي وبقى جامد، وبسم الله ما شاء الله ان شاء الله اصوره معاكم باذن الله قريب. بسم الله ما شاء الله. ببتدي كده في القروانه دي يا حبايبي، بحط فيها قش، وطبعا بنقلها معايا مطرح ما امشي. يعني إن دخلت المطبخ معايا، ان طلعت في الشمس هنا، حتى لو الاولاد بيلعبوا هنا الصغيرين بحطها جنبهم واسيبها لو معايا اي طلب جوه. وبسم الله ما شاء الله يعني ما فيش بلل تحتيهم، والقش ما شاء الله عليهم اهم، وهم الله اكبر بياكلوا اهو. ببتدي بقى بالخل يا حبايبي، الوز الصغير بالذات بتبتدي لهم بالخل يومين، تحطي مش خل كتير، ماله الغطا كده، ماله الغطا خل على يعني ممكن تحطي نص كوبايه على لتر ميه. والدوابه كويس يعني في اللتر. وتبتدي لهم يا حبيبه قلبي بالبصل ده زي ما قلت لك، بعروق البصل دي، يعني البصل اهي زي ما انتم شايفينها، لا استغننتي عن الراس اللي من فوق، وابتدي حطي العروق دي. هي مش غاليه يعني، ده ممكن تكون الرابطه بجنيه ونص، بجنيه، زي ما تشوفي يعني. فابتدي لهم بقى بسم الله ما شاء الله بياكلوا فيه جامد يعني، والله عن البرسيم الله اكبر يعني عليهم. بس وحسيت بقى ان في تحسن جامد يعني ما شاء الله، ما احتاجوش مني علاج ولا حاجه. انا قلت برضو انا هجيبهم، انا اول ما اخدهم على طول هيموتوا. فابتديت لهم زي ما قلت لكم كده بالخل وعروق البصل دي، بسم الله ما شاء الله يعني كويسين قوي. وباجي بالليل زي ما قلت لكم على العشاء كده يعني بحوشهم من القروانه دي، واحطهم بقى في كرتونه فيها تبن. وطبعا ما بغطيش الكرتونه عشان بيبقى نفس الوز او البط بيبقى نفس سخن جدا، فبسيب الكرتونه عريانه. وطبعا عادي اطفي النور افتح النور ما فيش مشكله، ما فيش لمبه فوقهم ولا حاجه، لان البط والوز ده ما فيش مشكله يعني فيه. بس وهي دي المعلومه اللي كنت عاوزه اوصلها لكم. وبرضو البط الصغير برضو استقبليه بكده، لان الخل بسم الله ما شاء الله الخل بيغسل المعده بتاع الطيور البط، لكن ما ينفعش طبعا للفراخ، هو بيغسل المعده بتاع الطيور بس. فانت ابتدي لهم بالخل، وزي ما قلت لك عروق البصل دي، والله اكبر والله باذن الله ما هتحتاج الادويه ولا لاي حاجه خالص. ودفيهم بالليل، بس ما تسيبش ياكل بالليل ويغرق نفسه ويصبح بردان وتلاقيه كش وكده، لا انت بالليل تحطيه في كرتونه فيها تب، وتمنعي بقى عنه. حتى لو حطيتي انا ممكن بس انا ما بحطش ميه، ممكن احط لهم في الكرتونه بتاعتهم حبه علفه صغيرين في الطبق الصغير ده، في طبق اصغر منه، بس يلقطوا ياكلوا فيه لحد الصبح، بصبح برضو والله لا الطبق خلصان. بس ما تحطيش ميه، لان الميه هي السبب في ان الطيور بتتعب. الميه اللي الناس بتحطها بالليل هي السبب لان الطيور بتتعب. والفراخ برضو البيضه، والله الميه برضو بتتعبهم بالليل. حاولي بالليل تقللي برضو الميه، ما تملاش السقايه قوي، لا خلي في السقايه حاجه بسيطه. اكل ايوه ممكن اكل تسيبيه قدامهم، بس الميه والله بتتعب، لان برضو انا بربي الفراخ وعارفه ما بحطش للفراخ برضو ميه بالليل كتيره، بحط لهم اكل قدامهم بس الميه لا، واللمبه فوقهم طبعا. لكن طبعا البط والوز والحاجات دي ما بيحتاجش ميه ولا ما بيحتاجش قصدي لمبه، ولا بيحتاج اي حاجه. هو ممكن بس تخرجيه في الشمس شويه لو عندك شمس قدام عشتك، لو اي حاجه. بس يا حبايبي وربنا يكرمكم ويوسع عليكم يا رب ويحملكم طيوركم. والايام دي هوا برضو، يعني اللي عندها شويه طيور تحاول تحبسهم، ما تطلعهمش ما تخرجهمش، وتقفل عليهم كويس، عشان الايام دي يعني الهوا ده بيبقى جايب يعني عدوى وحاجات كتيره للطيور. وربنا معانا يا رب. وان شاء الله انا الثلاث وزات دول هم تقريبا هم تقريبا كده شكلهم انتيتين وذكر، فانا جايبهم بس عشان اسسهم بس يا حبايب قلبي.
طيورك عاوزاها تعيش معاكي وتفضل وتكبر بسم الله ما شاء الله، عوديها كده من صغرها، يعني دفيها من صغرها وخليها تدفى معاكي واسسيها على الحاجات اللي هي يعني الحاجات يعني مثلا الحاجات اللي تعرفي ان البط ده انها بتحصن البط. سيبك من الادويه، سيبك من انك تعودي ما فيش الا هاتي علاج هاتي ادويه، لا والله العظيم ان الواحده ابتدت بالادويه والعلاجات والحاجات دي هتفضل لحد البطه ما تكبر. اولا هتبقى مكاليف عليها، ثانيا هتبقى خلاص البط والوز وكل حاجه خد على انك لازم تجيبي له علاج. ان البطه سهلت لازم تجيبي لها البطه معرفش ايه، لازم تجيبي لها الوزه معرفش ايه. لا انت عودي يا حبيبتي طيورك كلها على انك تعملي لها كل حاجه من عندك من البيت، وتركزي لها يعني تعملي لها الحاجات المفيده جدا ليها، الحاجه اللي هي تعرفي ان شاء الله ان البطه هتخف معاكي او الوزه هتخف معاكي. فبكده والله ما فيه اي حاجه باذن الله هتجي للطيور. وكمان الشيح يا جماعه، الشيح جميل جدا للوز وللبط. الشيح جميل جدا في كل حاجه. الشيح بيمنع كميه الاسهال اللي بيسهلها الطيور كلها وللفراخ. انا بغلي الشيح وبغلي الشيح لجميع انواع الطيور بتاعتي واحطها لهم في السقايه ويشربوا طرف النهار بسم الله ما شاء الله، بيبقى يشربوا فيه كميه كبيره جامده. بحط الشيح على الليمون وبحطها لهم على طول عشان المغص والبرد والحاجات دي اللي في بطنهم. بس يا حبايبي وهي دي المعلومات اللي كنت عاوزه اقولها لكم. ويا رب ربنا يكرمكم يا رب. وبالله عليكم يا جماعه برضو ما تنسوش اللايك للفيديو، وتعملوا مشاركه برضو للفيديو عشان اي معلومه توصل لاي حد محتاجها. وربنا يا رب يكرمكم دايما ويجمعنا يا رب في الخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.